والله ما قصرتي. ابتسام، مثل ما قلنا الأغنية الشعبية مرتبطة بالناس، بالأماكن، بالحواري، بالضيعة اللي بدك إياه. بس هودي اللي عم نذكرهم تغيروا كلهم. طبعا تغير الشارع، تغيرت الناس. قد ايه بتقدر الأغنية الشعبية بعد تواكب هالشيء؟ ويمكن بركي هالأغنية الشعبية هي عم تنقل حال الشارع. ممكن تنقله، بس عم تنقله بطريقتها. اليوم اذا بدك تعرف شعب او بلد بدك تطلع على الموسيقى تبعيته لفن. ما في شك. لما يكون الفن هابط فاذا الشعب مشكلة على السلم. الانتاج، فاذا الانتاج عم يتوجه عنده فكره وحده طبعا وما عم يصيح حنا. بيقولوا لك الجمهور بده هيك، لا الجمهور ما بده هيك، بدليل انه في كثير ناس هلا لما غنت دخل عيونك حكينا، انا حضرتني غنيه على البساطه البساطه لصباح. طيب. مرتبطه بالطبيعه وبالحب. صحيح. طيب وين مسؤوليه المغني؟ وين مسؤوليه الملحن والشاعر؟ في شغله من اثنين لأكون صريحه مباشره معك، يا اما بده يجاري الموجه او بده يتصدى لها او يعذب بيته. يعني خير الكلام معناتها طبعا مساله مش سهله ابدا.